تعمل ايه بعد ما اتعلمت الجرافيك ديزاين؟ خليني الخصهم لك في 5 خطوات، واخر خطوه مهمه جدا وجايب لك معاها هديه في اخر الفيديو. اول خطوه، لازم يكون عندك بورتفوليو او معرض اعمال يكون موجود فيه احسن شغل انت نفذته. وعلشان يبقى عندك شغل نفذته فعلا هنيجي على خطوه رقم 2، وهي المشاريع الوهميه، وهي انك بتجيب افكار ومشاريع من خيالك وتنفذها، زي تصميم او لوجو لمعرض سيارات او كافيه مثلا. رقم 3 ودي مهمه جدا، وهي التطبيق. لازم انك تطبق كتير جدا علشان تكسب خبره وتتعلم من اخطائك ويكون ادائك عالي. 4 التغذيه البصريه، واتكلمت عن التغذيه البصريه كتير جدا بالتفصيل في فيديوهات فاتت، فممكن تشوفها علشان وقت الفيديو ده. 5 والاخيره وهي مشاركه اعمالك، وهي انك تعمل شير على السوشيال ميديا وجروبات المصممين، ولما تشارك شغلك هتلاقي تعليقات واراء كتير من المميزات والعيوب اللي في شغلك، وده هيخليك تطور من نفسك اسرع. نيجي بقى على الهديه، هسيب لكم لينك الموقع بيجيب لكم افكار لمشاريع وهميه جاهزه. كل اللي عليك انك هتاخد الفكره من على الموقع ده وتنفذها وتحطها عندك في البورتفوليو، وده يوفر عليك وقت انك ما تفكرش في مشاريع، هي فعلا